اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حبايب قلبي، مساء الفل عليكم أحلى متابعين في الدنيا. كل سنة وانتم طيبين، ويا رب ينعاد علينا كلنا بخير وسعادة. النهاردة بقى قلت النهاردة بدل ما هنعمل الجلاش في الصواني، يلا بينا نشوف الطرق الجميلة اللي هنعملها النهاردة دي. اللفات الجميلة واللي شكلها جميل قوي، تتقدم للضيوف، تتقدم لولادك، ايا كان. ما شاء الله شكلها جميل جدا. عايزة اقول لك حاجة كده تحفة. اعمليها بنفس الطريقة كده، وهنقول ايه البدايل اللي ممكن نعملها بيها كمان. حاجة جميلة قوي ما شاء الله، اللهم بارك. يلا بينا بقى جوه الفيديو النهارده نعمل لايك وشير وسبسكرايب لمطبخ خير زمان. وحبايبي اللي جولي جداد، ربنا ما يحرمنيش منكم ابدا يا رب، واللي موجودين عندي بشكركم جدا على متابعتكم الجميله. شايفه الجمال عامل ازاي؟ اللهم بارك. طالعه جدا جميله جدا. عايزه اقول لك قرمشه كده بطراوه جميله قوي. معايا كمان من المقادير نص كيلو من اللبن، نزلت عليه 3 معالق من السكر وده اختياري، تمام. ومعايا كمان 3 معالق كبار من النشا، ومعلقتين كبار من الدقيق. وهقلب المكونات دي كلها على بعض كده مع الدقيق. حلو الكلام، حلو الكلام. ما ننساش بقى نحط اللايك حبيبه قلبي، ربنا ما يحرمنيش من وجودك معايا. هنلف بقى الكلام ده كله مع بعضه كده زي ما انت شايفه. هنقول في بدايل هنا، مفيش بس غير السكر. لو مش عايزاه ما تحطهوش، انا عايزاه مثلا متحلي شويه فانا حبيت ان انا احطه. هرفع الكلام ده على النار لغايه ما يديني القوام الجميل اللي احنا هنشوفه في الاخر. طبعا هنا هنقلب الحته اللي هي وصلت معايا للكريمه اللي هي للقشطه ديت اتقطعت مني، فجت في الفينش الاخير بقى اللي هي نزلتها في البوله عندي زي ما انت شايفه كده. ما شاء الله القوام شايفه زي ما انت شايفه كده بالظبط. هسيب الكلام ده انا نقلته في بوله ليه؟ عشان يبرد معايا، عشان مش هينفع احطه طبعا على الجلاش وهو سخن. فهسيبه كده يبرد معايا، وهجيب بقى لفه الجلاش بتاعتي وهبدا اشكل فيها. هنا كان برد معايا طبعا القشطه بتاعتي كانت بردت على جنب. هاجي بقى الطريقه الجميله اللي احنا هنعمل بيها النهارده الجلاش دي زي ما انت شايفه كده، اللهم بارك. طريقه حلوه جدا. هجيب كده الورقه وهعملها ازاي. هكشكشها كده من النص، هسحبها من النص بكشكشه، وهبدا احط بعد ما كشكشها لمها كده من الجناب. وطبعا لما تتفرجي احسن من لما اتكلم، لاني مش هقدر اوصل لك المعلومه اكتر من لما تشوفي، تمام. هنعيدها تاني. هنجيب ورقه الجلاش، تمام. وشرط هنا ان الجلاش بتاعك يكون طازه عشان الورقه تبقى سلسه معاكي جدا وانت بتلفيها. اهو بلفها كده من النص كده، بكرمشها، تمام. وبلمها وبضمها على بعض كده زي ما انت شايفه، وبنزل بمعلقتين صغيرين كده او معلقه كبيره من القشطه اللي احنا عملناها. ممكن البديل بتاعي القشطه هنا احط ايه بقى؟ هحط مثلا مكسرات، براحتك خالص. الحشوه هنا زي ما انت حابه. عايزه تحطي مكسرات حطي، عايزه تحطي مثلا لو عايزه تحطي اي نوع عندك من الحشوات براحتك خالص. هنعمل الطريقه تاني اهو. هجيب الورقه بتاعت الجلاش واكشكشها من النص، وابدا اضمها على بعض من الخارج، واحط طبعا القشطه بتاعتي والف عادي جدا. اللهم بارك. طالعه حلوه جدا. شايفه الجمال اهي، شكلها جميله جدا، عامله زي البليسيه كده، حاجه جميله قوي. حبيت اكرر الفكره عشان حبايبي البنات الجمال اللي بيحبوا يتعلموا الحاجات ديت، لو حابين يعملوها جميله جدا. هي شكلها جميل قوي في التقديم، خصوصا لو عندك ضيوف بقى وعندك حد جايلك، بتبقى شكلها تحفه جدا وجميله، تمام. ده طبعا بدل موضوع الصواني التقليدي والكلام ده كله اتعودنا عليه كتير، وطبعا اغلب البيوت بتعمله. فبنحاول نغير في الطرق شويه، بحيث لو جالنا ضيف، لو جالنا عزومه، الحاجات دي بتتقدم بتبقى شكلها ظريف جدا وبتبقى جميله جدا. اهو بنكشكش تاني كده من النص، وبضم الاطراف على بعضها زي ما انت شايفه كده، وبنزل بالحشوه بتاعتي ايا كانت بقى، قشطه، عندك مكسرات، اي حاجه بتحطيها حطيها، بتبقى جميله جدا. اللهم بارك. وطعمها تحفه جدا. اهو انا خلصت الطريقه ديت بنفس يعني خلصت كميه كده من الجلاش. انا كان عندي نص كيلو، عملت منه كميه كده. هاجي بقى للطريقه التانية، وايه هي؟ هنشوف برضو بعد الحته الجميله اللي هتعدي دي. وبعد كده برضو هغير في الشكل التاني. الشكل التاني ايه هو؟ هجيب برضو جلاش اهو، هقول لك عليه دلوقتي، بس اوعي طبعا تنسي تحطي لي اللايك حبيبه قلبي، تمام. هاجي بقى هنا واروح جايبه ورقه الجلاش واسمها على 3 أتلات، يعني 3 أتلات، يعني هلفها على 3 أتلات بالظبط زي ما انت شايفه كده، تمام. هلفها طولي. هتعملي ايه؟ هقول لك هعملها سمبوسه.
السمبوسه طبعا مش موجوده بس في عجينه السمبوسه، في الحشوات التانية لا، او مثلا الطريقه التقليديه اللي احنا معتادين عليها، دي طريقه تانية برضو جميله اي جدا ما شاء الله وسهله جدا، عايزه اقول لك اسهل مما تتخيلي. بتحطي الحشوه بتاعتك وبتقفليها زي السمبوكسات كده، تبقى جميله قوي. اهو هنجيب واحده كمان هنقسمها على التلاتة، مش نقسمها هنلمها يعني هطبقها على 3 أتلات كده اهو زي ما انت شايفه كده، هطبقها على 3 طبقات، وبحط الحشوه بتاعتي واقفلها على شكل مثلثات اللي هي السمبوسه اللي احنا متعودين عليها. تمام اهو بتقفلي وبتبططي عليها بالراحه كده، وبعدين بتقفليها وخلاص على كده. ده شكلها النهائي بيبقى تحفه جدا اللهم بارك، وحاجه كده جميله وسهله جدا بالنسبه برضو للبنات اللي لسه بتتعلم الحاجات دي جديد، هتبقى الطريقه دي سهله جدا. في طريقه كمان بجيب 3 خلل من 3 عصيان من الخله او اي حاجه رفيعه عندك طويله، بتلفي عليها كده ورقه الجلاشه زي ما انت شايفه كده، وتحطي الحشوات بتاعتك زي ما احنا اتفقنا، ان كانت مكسرات او ان كانت قشطه، بتلفيها بنفس الطريقه كده، وبعد كده بتعملي ايه، بتكرمشيها برضو حوالين العصي بتاعتك اهو، بتقطعي الزيادات ديت عشان ما تبقاش معجنه منك زياده عن اللزوم، بتكشكشيها كده اهو، وبعد كده بتدخليها عندك على الصينيه بتاعتك، شكلها بيبقى تحفه جدا برضو في التقديم. ده كان شكل الصينيه بتاعتنا بعد ما خلصناها، ده نص كيلو جلاش عملنا منه تشكيله حلوه جدا. تمام، السمبوسه والشكل اللي احنا عملناه في البدايه، وكمان اخر شكل كان شكله حلو جدا يعني. عندي بقى سمنه بلدي هنا وبديها كده مسحه حلوه قوي. تمام، بسقيها سمنه، بسقسق لها كده سمنه بلدي بتبقى حلوه جدا طبعا، بتديها لمعه حلوه قوي. تمام، وبدخلها هنا على الرف الاوسط في الفرن، بتديني اللون التحفه اللي احنا هنشوفه دلوقتي ما شاء الله اللهم بارك، شكلها تحفه جدا. هنسيبها على كده، لا بيبقى معايا الشربات هنا بارد، وبنزل عليها الشربات بتاعي عباره عن كوبايتين من السكر عليها كوبايتين من الميه، مش عايزاه تقيل خالص، انا بحب دايما الشربات هنا في الجلاش خفيف شويه عشان يديني طراوه للجلاش بتاعي. نزلت عليها كده وبألف هنا وشفا زي ما انتم شايفين الشكل والجمال اللهم بارك، حاجه طالعه تحفه جدا وفاخر من الاخر بجد. اتمنى الفيديو يكون خفيف عليكم وعجبكم ان شاء الله، نشوفكم في فيديوهات جديده، واترككم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.